حقنة الساكسين ولا كبسولة المعدة، مين فيهم أفضل وأحسن لنزول الوزن؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. في الأول هتكلم عن الحاجات المشتركة ما بينهم. الاتنين بيكونوا مناسبين لما بيكون البادي ماس اندكس للجسم أعلى من 27، والاتنين مفيدين لحالات الدايابيتك تايب 2 السكر من النوع التاني، وكمان بيحسنوا الضغط العالي، وكمان بيقللوا المشاكل اللي بتحصل في النوم بسبب السمنة. وكمان الاتنين الأعراض الجانبية ليهم بتكون مقتصرة على شوية غثيان أو ترجيع أو وجع في البطن، وده بيكون بسيط وبيتعالج عادي. تعالوا نبص على الاختلاف ما بين الاتنين. الساكسين بتنزل 6% من وزن الجسم الحالي، وكبسولة المعدة بتنزل من 10 ل 15% من وزن الجسم الحالي، يعني ضعف الساكسين تقريبا. الساكسين بتحسن انزيمات الكبد وبتقلل محيط الوسط، وكمان آمنة في حالات القلب والأوعية الدموية. وكبسولة المعدة بتكون مفيدة لو انت هتعمل عملية جراحية لأي سبب ما، فهي بتنزل لك وزنك بشكل سريع، فبالتالي بتقلل لك مضاعفات العملية، فبالتالي بتكون نتيجة العملية أفضل. كبسولة المعدة ما تنفعش لو في التهابات أو أي مشاكل في المعدة، والساكسين ما تنفعش لو في مشاكل في الغدة الدرقية أو الغدد الصماء، أو حتى تاريخ مرضي في الأسرة بأورام في أي واحدة من الاثنين، فوقتها بتكون ممنوعة تماما. نيجي للميجور ديفرنس ما بين الاثنين. كبسولة المعدة هي temporary weight loss، نزول في الوزن مؤقت، يعني بتتحط فترة جوه جسمك وبعد كده بتتشال. لو سلوكك ما تعدلش والسبب اللي وصلك للوزن ده ما تحلش، مع الأسف هترجع تستعيد وزنك تاني. أما الساكسين فهي بتشتغل سنترال، بتظبط هرمونات الجوع والشبع، بتقلل النهم للأكل، بتزود إحساس إن أنت معدتك مليانة، يعني بتشتغل على أصل المشكلة، وكمان تقدر توقفها في أي وقت لو حصل سايد افكت. ايه الخلاصة؟ الاتنين بيتعاملوا والاتنين ليهم استخدام، وكل نوع فيهم ليه الناس اللي بتفضله، ولكن لازم مع الاتنين النظام الغذائي الصحي، كمان معاهم تعديل السلوك اللي هو اصل النزول في الوزن. انا ليه وصلت للوضع الحالي؟ اسال نفسك السؤال ده باستمرار، ومجرد ما تلاقي الاجابه هتكون اختصرت على نفسك نص الطريق. كان معاكم دكتور ندى.